السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أختي سلامة، زميلتي في البرلمان الإماراتي للطفل في دورتها الأولى. نرحب فيك مرة أخرى في حلقة من بودكاست المجلس. الله يحييك أخوي عبد الله، بالعكس أنا اللي مستانسة أني موجودة معكم اليوم في الحلقة اليوم. طبعا نحن ندرك أن طفولة الإنسان تؤثر على حياته، والعقل الباطني مرتبط بالسنوات الأولى من الطفولة. فنبدأ بالحلقة بسؤال عن طفولتك. شو طفولة سلامة؟ وين كانت؟ وخبرينا أكثر عن سلامة الطفلة. طبعا ولدت في 2007 في أسرة كانت تكون من 3 أبناء. أنا كنت البنية الثالثة، والفرق بيني وبين إخواني ما كان وايد كبير، فكنا وايد قراب البعض. وكانت الوالدة دايما تحرص أنها تشلنا معانا في دوامها. فمن أنا وصغيرة كنت أشوف أن بجانب المدرسة كان في مشاركات أخرى. كانت الوالدة تسعى أنها تشارك طالباتها في مثل هالمشاركات ومسابقات وغيرها. فكنت أترجى أنه يوصل عمري مثلا ل6 سنوات عشان أقدر أني أشترك في مراكز معينة أو في أنشطة تأهلني أني في يوم أكون نفس طالبات أمي. يوم أنا كنت صغيرة، كنت يعني ربيت في بيئة دامجة بين أهمية التحصيل العلمي وفي نفس الوقت الشخصية المثقفة. يمكن هالشيء يجي من عائلة الوالدة. كان يدي وأمي الله يرحمها كانوا دايما يعني مهتمين أن أبنائهم يكونون مثقفين ومتعلمين ومتطورين وعندهم من الناحية العلمية يعني كل شيء. رغم أن يدودي كانوا أميين، لكن حرصوا أن أبنائهم يظهرون أحسن منهم. وأحس أن هذا الفكر السليم قدرنا ينتقل لأمي وأبويا، ولكن بنسخة مطورة أكثر على جيلنا أنا وأخواني. وفي عمر 6 سنوات انتسبت لمراكز أطفال الشارقة، وكان في مركز الطفل بالذيد، وكنت يعني أنجر للأنشطة اللي فيها حركة أكثر، ويعني شيء مو بوايد معتاد. وكانت تي مثلا فترات معسكرات صيفية وشتوية وفي الربيع، وكانوا يرسلون البرامج المطروحة لأولياء الأمور، فنحن كأطفال ما كنا نشوفها. كانت الوالدة دائما تحرص أنها تختار لنا البرنامج، وأنا يمكن ما يشاوروني فيه، لكن يوم كبرت استوعبت ليش هي كانت تختار لنا تصميم المواقع الإلكترونية على فعالية الرياضة. نعم. كنت أشوف أن في بعض الأنشطة أنا مو من اهتماماتي، لكن بفضل التنوع اللي أنا مريت فيه وأنا كنت صغيرة قدرت أختار المجالات اللي أنا أحبها والمجالات اللي أنا ما أحبها، واكتشفت ذاتي أكثر. فاستوعبت أن شو ما كان ترى مهم أن نحن نختار المجال اللي نحبه، لكن بشكل إضافي أن نتعلم أشياء جديدة ونتعلم أشياء بتفيدنا في المستقبل. يمكن الحين نشوف أنها ما لها وايد قيمة، لكن مع التغيرات اللي نحن نمر فيها، العالم يمر فيها ونحن نمر فيها بعد، كيفنا نحن نقدر نوازن ونتعلم ونطبق الأشياء اللي نحن اكتسبناها نحن صغار لين اليوم. أعترف أني يوم كنت صغيرة كنت شوية حساسة، يعني ما أحب حد يهزمني، ما أحب حد يصارخ علي. وفي فكرة أن مثلا إذا سويت شيء غلط وأمي عاتبتني عليه فبصير وبصيح. لكن الحين شو قاموا يسمونها شيء إنه بزع أو دلع ما له داعي. لكن أشوف إنه إذا نحن خذنا راحتنا على الأقل في إنه نزعل من موضوع معين، ترى هالشيء ما بيتم في خاطرنا، ما بنكتمه نحن، وبنعرف لعمارنا. لأن في وايد ناس يمكن يتعرضوا لمواقف هم صغار لكن ما قدروا يعبرون عن مشاعرهم، لأنهم لقنوا أن ما يقدرون يعبرون، ما يقدرون يصيحون، ما يقدرون يصارخون. لكن الطريقة اللي لنا أمهاتنا وأبهاتنا كيف ربونا، ترى في النهاية هم يربونا نفس ما ربوهم أهلهم. ففي أهالي ما وصلهم لابديت بعدهم، فيوم يشوفون إن نحن يعني نسوي شيء مخالف للي هم كانوا يشوفونه، فهذا شيء على طول غلط. بفضل المواقف اللي مريت فيها وأنا صغيرة عرفت شو الأشياء اللي يمكن توترني فأتجنبها، عرفت شو الأشياء اللي بتخليني مستانسة ويمكن تخلي أدائي في شيء معين أفضل. فبفضل يعني تعاملي مع المواقف يمكن صغيرة قدرت أكون نوعا ما ذكية عاطفيا مع نفسي، كيف أنا أقدر أتعامل مع أصدقائي وربيعاتي في المجتمع.
سلامة، خبرينا أكثر عن بدايتك في مشوار العطاء المجتمعي. أنت انضميتي المجلس وكان عمرك 11 سنة، صحيح؟ صحيح. أذكر أن في 2018 أواخر 2018 كنت في الصف السابع تقريبا، وعرضوا علي المدرسة أني أسير أبو ظبي لمقابلة معينة لإحدى المجالس. طبعا ما كنت فاهمة الفكرة كلها، لكن سرنا أبو ظبي، وكانت المقابلة كنت النظام اللي نحن تعودنا عليه المقابلة بين نفر ونفر أو مجموعة ضد واحد. لكن من يوم المقابلة أو الورشة اللي حضرتها هذاك اليوم عرفت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتكون تجربة استثنائية. كانت عبارة عن ورشة، ومن خلال الورشة يعني يأخذون الأسماء اللي شوية مختلفين عن الثانيين. فاخترت في هذه الورشة بالتحديد أني أنا وأحد زميلاتي اللي كنا في المجموعة أنا أكون المذيعة، وزميلتي تكون الشيخ محمد بن زايد، وأن نحن الحين في مقابلة على قناة الإمارات. يعني بكل عفوية مثلت، لأني كنت أنا وايد أحب التمثيل. يوم كنت صغيرة كنت يعني سافرت البحرين 3 مرات، ومثلت كذا مسرحية في الشارجة، فكنت وايد أحب التمثيل. فدمجت بين الموضوع موضوع اهتمام الدولة بالطفل وأني أكون مذيعة. وأظن عيبهم الأداء. بعدها فترة وصلني إيميل، أذكر كنت حتى يعني كنت قريبة لأمي، ففتحت لابتوبي قلت لها ماما وصلني إيميل. قالت لي أوكي يلا قري لي إياه. طبعا كان أول مرة يوصلني إيميل، حسيت أن كلامه مهم. فطبعا في مقدمة عن إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمجلس الاستشاري للأطفال، واللي يعد القبة الاستشارية الأولى للأطفال على المستوى الاتحادي للدولة. أن مجلس يضم أطفال من 7 إمارات ويدعم دور أصحاب الهمم على هذا المستوى، ويتم اختياري من ضمنه. كان تقول لي أمي أنا أكيد ما بقول لك لا، لكن بشرط. قلت لها شو؟ كان تقول لي توازنين بين المجلس يوم بتشاركين فيه تأدينا على أكمل وجه دام اختاروك، وفي نفس الوقت يعني تحافظين على مستواك الدراسي، ويعني يكون في توازن بين الشيئين. وبعدين في أولى اجتماعاتنا في تاريخ 24/2/2019 انصدمت أن المجلس مكون من 9 أعضاء فقط، لأن المجالس يوم تعودنا عليها يكون عددها جدا كبير. فيوم شفت أنه بس 9 استوعبت أنه لا، حسيت أن التجربة أهم، لأن الدائرة جدا ضيقة، فأكيد أن كل الموجودين يعني أصحاب خبرة في مسؤولية أكبر. هي مسؤولية أكبر. فكنت الأصغر من بين ال9 أعضاء، فبديت أتكلم، كل حد تكلم عن تجربته وشو اللي يرشح أنه يكون رئيس المجلس. بعدين يوم يا دوري، قبل ما أبدأ دوري قلت إنه كل واحد أشطر عن الثاني، فأنا شو بقول الحين. لكن الحمد لله تم انتخابي إني أكون الرئيس للمجلس الاستشاري للأطفال في دورتها الأولى. ضمن اجتماعات المجلس اللي كنا نأديها كانت سعادة الريم عبد الله الفلاسي دوم تكلمنا يعني ونسولف فيها بشكل دوري. فتكلمت عن اهتمامي بقضية التنمر، لأن أمي نصحتني إني أبدأ أنشر فيها الوعي، إنها وايد مهمة، وكانت في بداية إنها تنتشر إلكترونيا. فقالت سعادة الريم إن شو رأيكم بما أنكم أعضاء المجلس الاستشاري تجتمعون مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، وكيف نحن نقدر ندمج بين قيم التسامح والمبادئ الإيجابية وفي نفس الوقت التنمر. قررنا أن نحن نقوم بجلسة حوارية تضم عدد كبير من أولياء الأمور ونتكلم عن هذا الموضوع. وأذكر أني في هذه الجلسة كنت أتكلم عن الثقافة اللي كانت عندي عن التنمر وأهمية نشر الوعي عنها وشي. وفي إحدى الجمل اللي أتذكرها قلت أن الطفل كان بالونه، إذا تعبى فوق طاقته يوم من الأيام بينقع. نعم. وغالبا النقعة ما بتكون إيجابية، بتكون سلبية. كنا أكيد مرينا فيها ونحن صغار. فإن في النهاية اللي هو اللي دش داخل هذه البالونة مصدره الكلام السلبي اللي يتعرض له الطفل. وإذا من هو صغير الولي الأمر حفزه وعلمه وبنى فيه بنية تحفزه إنه يكون واثق في عمره، ترى ما بيحفز أي شيء إنه هو يكون متنمر، وإذا تعرض للتنمر ما بيهز هذا الشيء. المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كان
نافذة لفرص جدا كبيرة. وأحد الفرص الذهبية اللي عرضوها علي المجلس في 15/3/2019 يوم الطفل الإماراتي، بعد الاحتفال قالت لنا سعادة الريم عبدالله الفلاسي إن نحن الحين بنسير مكان وايد مهم ولازم نتجهز، وأعطتني ورقة. فيوم فتحت الورقة لقيت إنها قسم رئاسة، كنت توني مستوية رئيس المجلس الاستشاري، والقسم عبارة عن كم من سطر. قالت لي سلام حفظي. فسرنا وظهرنا من حديقة الإمارات. إلى يوم وصلنا عند بوابة قصر. فأنا لا شفت شيخ قبل، لا صرت عند حد بمثل يعني هذا المقام. مثل هذا المقام. قلت لها ساعة نحن وين؟ كان تقولي نحن عند قصر شيخة فاطمة. أوكي. يوم أنا وصلنا عند قصر شيخة فاطمة، دخلنا. أنا ما أعرف شيخة فاطمة منو، وسلم على حرمة ويعني كلهم حرم أصحاب السمو ويعني أصحاب المعالي والسعادة، وحتى من عامة الشعب سموها تهتم منها ترحب بحريم البلاد. فأول ما وصلت سموها كنت قلت ساعة الريم يلا قولي. فبديت أني أقول القسم قدامها، ونظرتها مو بلي ل8-9 أعضاء موجودين أثبتت أن ترى اللي نحن نسويه مو بشوية ومهم، ونحن علينا مسؤولية. بعد لقائي بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإحساسي لحظتها أن لازم أخذ عضوتي في المجلس على محمل الجد، وأني صدق إذا شفت في شيء يواجهون الأطفال أحاول أني أوصله للمجلس، لأن سموها فعلا تهتم أن الأطفال يحظون بجميع حقوقهم على أكمل وجه. فهذا اللقاء كان أساس كبير لكل العمل المجتمعي اللي أقوم به. وطبعا من خلال اجتماعنا مع مختلف صناع القرار والمسؤولين قدرنا نستوعب أن ترى الفائدة يستعم، ومقترحاتنا ياسا توصل لمكاتب أصحاب المعالي. فاجتمعنا مع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعرضنا عليه فكرة تكبير الدائرة، بما أننا نحن 9 أعضاء مستفيدين بشكل جدا كبير، فما بالك إذا عدد أكبر من أبناء البلاد يقدرون يوصلون إلى صناع القرار. فهذا شيء في النهاية ترى بيكون له انعكاس إيجابي. فعرضنا عليه فكرة البرلمان الإماراتي للطفل، واللي بيكون القبة الأصغر للمجلس الوطني الاتحادي بالضبط، يشابه في أعداد المقاعد لكل إمارة، وأن الجلسات تنعقد في قاعة زايد بمقر المجلس، كل شيء بالضبط نفسه، ولكن نتناقش عن شؤون تخص الطفل. فأول ما خلصت العرض كان يقول لفيت على معالي وقال لي تم. فتجاوب السريع واضح أن قيادتنا الرشيدة تضع الطفل على مصاف الأولويات. الطفل مهم لأن مؤمنين أن ترى الطفل هو اللي بيكون المستقبل باكر، والمستقبل هم بعيد كم من سنة، الشباب هم اللي بيكونون ماسكين الوظائف والمناصب. فإيمانهم فينا وفي قدراتنا كان له دور جدا كبير، ان نحن نستقطب 40 عضو، 20 من الذكور و20 من الإناث بهذا القدر العالي من المهارات، وانهم مدركين الاشياء اللي يمرون فيها هم واصدقائهم، وقادرين هم يعرضون مقترحات رسمية ومرتبة امام اصحاب المعالي في مقر المجلس بهذا المستوى العالي من الاحترافية. فنحن كشفنا عن 40 قائد قيد الإنشاء، لكن ترى في مئات من شبابنا يمتلكون الكم العالي من المهارات نفسه. فالمجلس الاستشاري والبرلمان والمجلس الأعلى للنمو والطفولة كان له دور جدا كبير أنه ينشئ قادة مدركين لمستقبلهم، مدركين لمجتمعهم، وإن شاء الله بيقدرون هم يواجهون تحديات المستقبل. وأيضا مش فقط مدركين لمستقبلهم، ولكن مدركين لمسؤوليتهم المجتمعية. بالضبط. سلامة، لو تخبرينا أكثر، أنت تطرقتي إلى موضوع التنمر، بس لو تخبرينا أكثر عن التنمر. شو التنمر؟ ما أنواعه؟ وشو أثر التنمر على الصحة النفسية للطفل؟ طبعا التنمر الحين بقول معناه اصطلاحا، لكن أنا متأكدة أن الفكرة مرت علينا بمختلف الأشكال ومختلف الأنواع. ولكن التنمر سلوك سلبي يهدف من خلال المتنمر بإشعار الطرف الآخر بمشاعر سلبية، يبقى أن الضحية ما يكون مستانس، أو أنه يحس بشعور سلبي عنه. ليش؟ لهدف السلطة، أو لأن المتنمر قد يكون مر بظرف مشابه وما يبقى يكون هو الوحيد اللي مر فيه. طبعا في أنواع
يمكن الأنواع اللي يعرفونها الناس أكثر اللي هي الجسدية واللفظية، ولكن بدأ الحين ينتشر التنمر الإلكتروني، وأيضا في نوع من أنواع التنمر اللي هو الإيحائي. وبوضحه بما أنه يمكن تكون الفكرة وايد واضحة، أنه يمكن أنا ما أغلط عليك بلفظ معين، أو يمكن ما أضربك أو أتعدى عليك، لكن مجموعة تحاول أن تشعر الطرف الآخر أنه هو غير مرحب، أو حركات ممكن سادة بين البنات أكثر، أنه مثلا هي ما نبغاها تكون معانا، أو يعني وأيضا عادي تصير بين الشباب لأن كلهم عقولهم في تغير كامل يعني. بالضبط. ولأن المبادرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس عملت على إجراء بحث يضم عدد كبير من المدارس في الدولة، من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل الدراسية. قدرنا نوصل لإحصائيات دقيقة للمراحل العمرية أو الصفية اللي يكون فيها تنمر مرتفع في أي نوع من أنواع التنمر. بالإضافة إلى قدرنا نشوف شو كان الانعكاس الإيجابي عقب ما طبقوا الحلول اللي عرضناها، والمدارس اللي ما طبقت كيف كان الانعكاس عليها. تم العمل على تطوير دليل لأولياء الأمور ودليل الطاقم المدرسي والإداري من قبل خبراء مختصين في مختلف المجالات واللي يعني يثبت دورهم بالتنمر. وطبعا الآثار اللي قد تظهر على الضحية: قلة النوم، قلة الشهية، مثلا في فعالية كان يحب يسويها مو بوايد قام يسويها، ما يسولف وايد، قد يتعرض لكوابيس، ما يحب يصير المدرسة. وفي نقطة وايد مهمة أن أولياء الأمور دوم يمكن يعاتبون المدرسة إذا الطفل تعرض للتنمر، لكن من وجهة نظري أشوف أن ولي الأمر والمدرسة ترى نفس الميزان، دورهم هم الاثنين جدا مهم. إذا اختلت إحدى الكفتين ففي هناك فجوة. إذا ولي الأمر قدر أنه يكون مصدر أمان، والطفل يكون واثق أنه شو ما واجه في المدرسة أو حتى خارج المدرسة، يوم يرد البيت ترى ولي أمره بيستقبله بكل صدر رحب، بيسولف معاه وبيفهم إذا كان عنده مشكلة، وإذا تعرض لمشكلة ما بيهزبه أو بيصارخ عليه. نفس الشيء في المدرسة، لازم يكونون المعلمين على دراية أن وجودهم في المدرسة مو بس لهدف إرسال مادة منهجية وأكاديمية معينة للطالب. صحيح. بل وجودهم يعادل وجود ولي الأمر في البيت يقضي نصف يومه في المدرسة. فيوم كنت في المرحلة الابتدائية في المدرسة كنت أشوف أن مثلا الأولاد يضربون، أو في مشادات تسوي بين الطلاب وبشكل متكرر، والهدف نفسه يعني المجموعة الضعيفة اللي يعني يتعرضون للتنمر أكثر شيء ثابتة. فكنت أشوف أن بسبب التكرار ترى هالمجموعة قامت تستوي انطوائية أكثر. فيوم أنا كنت صغيرة ما كنت أعرف شو يعني تنمر، وما كنت أعرف كيف أنا أقدر أصلا أواجه نفس هذه القضية. يوم بديت أشتغل مع المجلس واليونيسف بدأوا يقدموا لنا عن التنمر وأثره السلبي، قدرت استذكرت المواقف اللي شفتها قبل، وقلت هذا اللي شفته أنا قبل كان فعلا تنمر، لأنه كان فيه عنصر التكرار. هذا شيء حفزني أكثر أن لازم أحاول أني أنشر الوعي حولي، علشان ما تتكرر المواقف اللي أنا شفتها. وفي إحدى الجلسات اللي تكلمت عنها اللي هي جلسة أولياء الأمور، بعد ما انتهيت من كلامي كنت أجري مقابلة إعلامية، ويتني ولية أمر كانت تكلمني بالإنجليزي. أول تحدي كنت أواجهه أنه كانت إنجليزيتي مو وايد قوية، فأنا كنت يعني ذاك الوقت كان عمرك يعني هي كنت صغيرة، وهي كانت بس أنا فهمت عليها بس ما عرفت كيف أرد عليها. كانت تتكلم كيف إن هي من جنسية آسيوية ومتزوجة بواحد إماراتي، وولدها يعني ماخذ ملامح أمه، وهالشيء مأثر على ولدها لأنه يحس أنه هو ما اندمج في مجتمع المدرسي، رغم أن المدرسة اللي هو فيها مفروض انها تكون يعني دولية أكثر وفيها أكثر من جنسية، لكن أنه يكون إماراتي لكن ما يشبه أصدقاء الإماراتيين خلته يكون انطوائي أكثر، ويعني أثرت في شخصيته. فهي كانت تقول دوم أنه يرد البيت ويكون زعلان وحتى يصيح، ويعني قولي لي أنا كيف أقدر أساعده. فأنا الحين كيف أنا فهمها يعني ما كنت أعرف كيف أنا أساعدها، فحسيت أني عاجزة من ناحية لغة، وعاجزة من ناحية حسيت أني أنا ما وصلت لمستوى الخبرة المطلوبة.
فما كنت أبى أقولها معلومة مغلوطة. ذاك الوقت أنت وايد صغيرة. فأنا صحتها باللي هو برقم 116 111 111 وكيف أنها تقدر تتواصل مع خبراء إن شاء الله بيقدرون يفيدونها بشكل احترافي. وهذا رقم مركز حماية الطفل، وزارة الداخلية، لأنهم يعني عندهم خبراء نفسيين وبيتواصلون بشكل سلس مع هذا الطفل. لكن اللي قدرت أقوله أن ترى دورك مهم. إذا أنت حسستي أن وأكدتي له الشعور أنه حتى لو كان في رفض في المجتمع المدرسي، ترى أنت حبيبة في البيت من كل النواحي، عشان ما يحس أنه هو ناقص في الجانبين. أثر علي هذا الموقف أني أثقف نفسي أكثر، وأخلي هذا الموقف يعتبر نفس بداية يعني ياتني لحظة إدراك أن الشيء الموضوع اللي نحن نتكلم عنه التنمر مو بس موضوع نحن نعرضه في مؤتمر معين أو جلسة معينة، في فعلا ناس يتضررون منه وبشكل جدا كبير، ونحن مو بمدركين لمستوى الضرر اللي الناس يواجهونه. مو بيعني نحن شخصيا كان الأثر بسيط علينا معناته كل حد بنفس الأثر. وأحس لأن وايد من الناس ما يكونون واجهوا تنمر أو من حولهم بمستوى كبير، فدايما يستنقصون من هذه القضية ويشوفون إنها شيء مو مهم. سلامة، إذا الأم نفسها بعد سنوات عديدة اكتسبتي فيها الخبرة وعرفتي تحلين هالمشاكل بين الأطفال، شو بتقولي لها؟ لأن أنت في المرة الأولى ما كنتي على استطاعة أنك تحلين هالمشكلة، وشو الرسالة اللي توجهينها لجميع الأمهات إذا يواجهون هالمشاكل؟ أول شيء أتمنى أن الولد والأم وصلوا لمرحلة أفضل من اللي كانوا عليه، وإن شاء الله أن الولد استوى عضو فعال في مجتمعه كان المدرسي أو حتى مجتمعه بشكل عام. وإذا شفتها الأم مرة ثانية حابة أقولها أن اهتمامها في ولدها هذا أكبر دليل أنها حابة تصنع تغيير، في أنها تكون حاضرة لمثل هذه الفعاليات، وأنها حابة أنها تتعلم يعني تساعد ولدها بالإمكانيات اللي عندها. هذا دليل أنها تهتم للصحة النفسية لولدها. سلامة، أنت حستي على جائزة أبو ظبي قبل كم من شهر، والله يحفظه معزبنا الشيخ محمد بن زايد سلمها لك، وكان بينكم حوار. لو تخبرينا شو هالحوار اللي كان بينكم ولحظات من هذا اليوم، وشو تعني لك هالجائزة؟ طبعا شرف أني أتكرم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شرف جدا كبير. وأني أتكرم فيما يخص التنمر دليل أن قيادتنا الرشيدة تهتم بأدائنا نحن كأفراد في المجتمع، لأن التنمر يرتبط بالصحة النفسية بشكل جدا كبير، واهتمامه بمثل هذه القضايا المجتمعية يبين أن قيادتنا الرشيدة تهتم فينا وتهتم بالطفل بشكل خاص، وأنه ينمو في بيئة آمنة صحية جسديا ونفسيا. فهذا اليوم للأبد يكون يوم خاص. الأثر الإيجابي النفسي بعد تكريم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثره إيجابي وعطاني دافع أني أكمل أكثر في مسيرة الخدمة المجتمعية. سلامة، نحن وايد سمعنا من قصصك، وهالقصص العبرة أكيد اكتسبتي منها وايد خبرات. من الخبرات اللي اكتسبتيها شو رسالتك للأطفال واليافعين والشباب اللي يسمعونا؟ رسالتي لكل حد شو مكان كبير لصغير يسمعني اليوم، إن فيما يخص التنمر ويمكن ارتباطه بالصحة النفسية، أول شيء إن شو ما كانت المواقف اللي نحن قد نكون تعرضنا لها تراها ما تعرفنا يعني ما تعرفنا كشخصية، أو ما تعرف نحن منو. كل شخص مميز بأسلوبه الخاص بشكله الخاص، وإن نحن نستوعب أن نحن مميزين كما نحن. هذا الشيء بيبني ثقتنا في نفسنا وبيخلينا نتميز في شغلنا. نعم. لأن ما حد يقدر يسوي الأشياء اللي نحن نسويها إلا نحن كأنفسنا بطريقتنا الخاصة بعفوياتنا. فنكون واثقين في أعمارنا ونقدم أفضل لمجتمعنا والناس اللي حولنا ولبلادنا. كل ما نحن اهتمينا في صحتنا النفسية ترى نحن نقدر نقدم أفضل في شغلنا وفي يومنا وحتى في طريقة تعاملنا مع الناس اللي حولنا. دايما نكون إيجابيين ونسعى للأفضل، وشو ما كانت الأشياء اللي قد نحن نواجهها ما نخليها توقفنا. صح أن نحن في النهاية ترى إنسان، والإنسان يحتاج فترة راحة. هذا ما يمنع أن أتكلم مع خبير
أو أتكلم مع شخص أحبه. هذا الشيء بيخفف عني الحمل، وفي نفس الوقت بيخليني أكون مرتاحة، ما بكون أنا كاتمة عمري وزخة في خاطري كلام. أتكلم بأريحية وأكون إنسانة إيجابية، وأي موقف نحن نمر فيه نتعامل معه ونعطيه حقه علشان ما يتم في خاطرنا بعدها فترة، ونستمتع في الحياة وبس. نشكرك سلام على وقتك وألهمتينا بخبراتك. شكرا. وإن شاء الله أن الأطفال واليافعين اللي يسمعون اليوم والأمهات والآباء يستفيدون. وشكرا لك. شكرا عبد الله.